نيجي بقى عند قصة تدريب على عربيتك. بعض الناس بيتصلوا عايزين يتعلموا على عربية مش عربيتهم. ليه؟ خوفا على عربيتهم لا تتخبط أو أي حاجة. طيب نمسك نقطة نقطة. أول نقطة أحب أطمنك يا صديقتي الأمورة إن أنا كل الكلاينتس اللي معايا بروح أجيب لهم العربية من المعرض زيرو، مش معلقة نمر، وبنطلع بيها تريلينج. يعني أنا وظيفتي إن أنا أحافظ لك على العربية. يعني أكيد مفيش خبطات، اكيد مفيش حوادث لا قدر الله، اكيد مفيش الكلام اللي انت فاكراه. هو انت يعني متخيله ان انت لو بتتعلمي على عربيه حد تاني هتكسري وتدشدشي عادي؟ هو هيسمح لك بكده؟ اكيد لا. هي نفس الفكره. الفكره الاحسن ليكي ايه بقى اللي هي يعني تحتسب في صفك، ان عربيتك ليها ابعاد معينه، ممكن تكون كبيره، ممكن تكون صغيره، ممكن تكون ضيقه، ممكن تكون واسعه، فلازم تاخدي على ابعاد العربيه بتاعتك. لازم تركبيها عملي عشان تاخدي على ابعاد العربيه بتاعتك. ما ينفعش تركبي عربيه تانية تاخدي على ابعادها وتتعودي عليها وبعد كده تركبي عربيتك هتسوقي. لا، هتحتاجي كورس برضو تاني لابعاد العربيه وحساسات العربيه وهكذا. فاللي انا بعمله معاكي بوفر لك الكلام ده كله في كورس واحد، اللي هو بتتدربي على عربيتك وفي نفس الوقت باهلك لطلوع طريق، وبنطلع طريق بالفعل لو انت بيرفكت 100% بعد 6 سيشن طبعا. اوكي. الملخص ان تعليم على عربيتك اوفر وانجز واسرع. مش هتتعلمي بقى على عربيه تانية وتروحي تقعدي في البيت قبل ما تشتري عربيه او لما تفكري تنزلي بالعربيه بتاعتك، وهتحتاجي برضو ترينر تاني. قصه ان اي حد يطلع معاكي دي وهو مش ترينر مش صح بالنسبه لك خالص. هيوترك وهيبقى خايف على العربيه وانت مش هتستفادي، وطول الوقت زعيق وخناق وحاجات ما اجراكي. لو مش مصدقاني تقدري تجربي بنفسك. فالملخص انت هتتعلمي على عربيتك، اللي هو انا هجيلك ناخد العربيه ننزل مكان التريننج وارجعك تاني بكل سيفتي في الدنيا. يعني هتاخدي كورس واحد بدل كورسين. وصلت؟ يا رب بقى تشيري الفيديو ده لاكتر عدد ممكن، عشان مش كل حد يتصل يقول لي اصل انا خايف على العربيه. لا، ما هو انت لما تركب عربيتي معلش وانا مش هسيبك تخبطها. يعني ماشي، واصله لك الفكره؟ اللي هيحصل هنا هيحصل هنا. بس حبيت اوضح المعلومه اللي كل بيسال عنها. انا هبه جابر وده سيشن درايفنج. باي.